السلام عليكم، معكم سالم. فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على بعض لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. نبداو باللاعب الاول، هو لاعب نادي ليستر سيتي رياض محرز. اللي كاين هناك اخبار تقول بان لاعب رياض محرز راهو يسنى توصل له عروض من اجل التفاوض مع الانديه الراغبه في ضمه. اخر الاخبار تقول بان انديه كبيره رايحه بالتعاقد مع لاعب رياض محرز، مثل نادي ارسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة حسب آخر الأخبار. واللاعب الآخر هو لاعب كنيش، رياض كنيش، لاعب وفاق سطيف الجزائري. اللي كاين أخبار تقول بأن كنيش سيمضي مع نادي الغرافة القطري في الأيام المقبلة بعد نصف نهائي كأس الجمهورية الأسبوع القادم إن شاء الله. واللاعب الآخر هو لاعب عامر بوعزة، لاعب المنتخب الجزائري السابق. لعامر بوعزة أمضى في الميركاتو الشتوي عقد مع نادي النجم الساحلي، وإدارة نجم الساحلي في الأيام الماضية فسخت تعاقدها مع اللاعب الجزائري عامر بوعزة. وعامر بوعزة حسب آخر الأخبار حيمضي في نادي دور الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية في الأيام المقبلة إن شاء الله. واللاعب الآخر هو لاعب إسحاق بالفضيل، لاعب نادي ستوندار دو لياج البلجيكي. النادي البلجيكي تعاقد مع مدرب جديد، وهذا المدرب ماهوش حاب يغادر إسحاق بالفضيل الفريق البلجيكي. وحسب آخر الأخبار إسحاق بالفضيل حيستمر مع النادي البلجيكي رغبة من مدربه الجديد. واللاعب الآخر هو لاعب ياسين براهيمي، لاعب نادي بورتو البرتغالي. لآخر الأخبار تقول بأن أندية إنجليزية كبيرة رايحة تتعاقد مع اللاعب الجزائري ياسين براهيمي، لقيمته تصل إلى 35 مليون أورو. واللاعب الآخر هو اللاعب رياض بودبوس. لآخر الأخبار تقول بأن اللاعب رياض بودبوس راهو قريب من التوقيع مع نادي نيوكاسل الإنجليزي. نيوكاسل الإنجليزي راهو ينتظر مجيء المستثمرين الصينيين من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري رياض بودبوس لاعب مونبولي الفرنسي. وكان هناك أندية أخرى أيضا رايحة بالتعاقد مع اللاعب رياض بودبوس في صورة نادي سوانزي سيتي الإنجليزي. كان معكم سالم، ما تنساوش تابونيو في لاشين يوتيوب تاعي وديروا جيم في لاباج فيسبوك، وتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله مرة اخرى. سلام عليكم.